بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازاي بقى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معاكم فيديو جديد كده وروتين جديد. يعني عايزه اقول لكم ان البوتاجاز ده كان عايز يترمي على طول، بس على مين جبناه كده ونضفناه وخليناه زي الفل كأننا لسه جايبينه من المحل حال. خليكم بقى معايا لاخر الفيديو وتشجعوني كده على الفيديو ده، بجد انا حابه الفيديو ده جدا. بس مش عارفه غاب كتير قوي على ما نزل، مش عارفه ليه، سبحان الله، مع ان اليومين دول روتينات كتير. بس مش عارفه الفيديو بصراحه بقى بيغيب ليه على ما بينزل ويوصل لكم كده. بس تمام الحمد لله. يعني خلاص هنبدأ ايه ورا بعضه بقى على طول الروتينات بقى، والروتينات اللي جايه جميله جدا جدا وان شاء الله هتعجبكم. تابعوني الفتره اللي جايه زي ما انتم شايفين بقى كده. في الاول حط لي لايك للفيديو، وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. تمام يا حبايبي. والكومنت الحلو طبعا اللي انتوا بتسيبوه لام ملك. زي ما انتوا شايفين كده البوتاجاز بجد كنا مهملينه خالص الفتره الفتره اللي احنا فيها ديت بقى شغل جامد في البيت. سيراميك بقى والحمام والمطبخ، وزي ما انتوا عارفين طبعا وماشيين مع بعض خطوه خطوه. كل حاجه ان شاء الله بنزلها لكم، وهنزل لكم كل اللي كان فايتنا مع بعض علشان تبقوا معايا كده خطوه بخطوه. بس طبعا البوتاجاز كنا مهملينه جدا جدا جدا، فما جيناش كنا بنعمل عليه اكل وكده، بس طبعا متطرب وتراب. وعايزه اقول لكم ان ده مش تراب بس اللي انا شيلته، بس ده دهون زي ما انتم شايفين كده. هتشوفوا هيفرق دلوقتي. يعني ركزوا في الصوره دي لغايه ما تشوفوه في اخر الفيديو. بجد بجد تعبت فيه جدا جدا، بس مبسوطه من النتيجه اللي انا وصلت لها. طبعا انا يعني من اكبر الناس اللي مشجعين للباور زي ما انتم عارفين طبعا. بستعمله في كل حاجه من دي، حابه ان هي تتنضف. تمام. حط لي بقى لايك للفيديو. اللي وصل معايا هنا كده يحط لي لايك للفيديو. زي ما انتم شايفين كده طبعا رشيت كل البوتاجاز بالدهون. عملت ال الشبك الحوامل بتاعه البوتاجاز، وكمان العيون طبعا اديتهم لملك بقى تغسلهم فوق عند خالها في الشقه فوق. وانا مسكت البوتاجاز ده ودخلته في الصاله. البيت طبعا لسه فاضي، دخلنا حاجات بسيطه كده فلسه فاضي، فدخلته بقى في الصاله كده وقلت يلا ما بديهاش. مسكناه بقى وغسلناه غسله تمام كده بقى زي الفل. زي ما انتوا شايفين بقى كده بجيب سكينة وبعمل كمان الحروف اللي هي بتبقى الخطوط اللي في الحامل بتاع الازاز بالشكل ده كده علشان ينضف معايا. دي اسلم طريقة ليه انك تنضف الخطوط دي، وبالسلكة والبريل وعلى طول. والازاز طبعا رشيت عليه، بس بجد هو 5 دقايق بالظبط. يعني ملحقتش ان انا امشي من قدام البوتاجاز فترة طويلة، ومسكته غسلته. خلصت بقى الازاز بالشكل ده وجيت بقى على وش البوتاجاز كده نضف على طول. بس طبعا هي العيون الحرق اهو زي ما انتوا شايفين، بس طبعا ما خليتش ولا اي حتة من دي. يعني خدنا شوط بالسلكة الخشنة والسلك الناعم، وكمان بالسكينة كده علشان كل حاجة تطلع معي. طبعا البنات بقى هنعمل معاكي يا ماما، قلت لهم يلا بينا. عملنا. قلت لهم بقى كل واحدة تمسك عين كده اللي تقدر عليها، اللي تقدر على حاجة تطلعها، وانا كملت وراهم بصراحة. فبقوا بيعملوا كده الدهون، وانا كملت وراهم كده الحرق اللي هو ما قدروش ان هم يعملوه. بس شوط بقى بالسلك وشوط بالسكينة. عايزة اقول لكم بجد تعبني جدا جدا. بس يلا مش مشكلة طبعا. ما كانش ينفع ان انا امشي واسيب امي واسيب لها البوتاجاز كده. يعني هي بتستنى بجد ان انا ابقى عندها علشان خاطر التنظيفات اللي هي الجامدة دي. بجد بتحب ان انا انضف لها الحاجات دي كويس جدا، بتبقى عاجباها وبتبقى مرضية يعني. يلا بقى حطوا لايك للفيديو بقى، ما تسرحوش مني كده. حطوا لايك للفيديو ويلا بقى. يعني الروتين ده بصوا يشجعك بقى على العيد كده، تشجعي على طول تقومي بقى تعملي اللي انت عايزاه. يعني روتين مشجع كده مع بعض. احنا عارفين طبعا ان احنا كلنا زي الفل في بيوتنا، بس انا طبعا بنشوف مع بعض كده حاجات كده نشجع بعضينا بيها. زي ما انتوا شايفين انا اسفة جدا جدا على الصوت اللي هتسمعوه، لان عندنا شغالين في الحمام والمطبخ، يعني الحاجات الاخيرة فيه زي ما انتوا شايفين كده. فهنا بقى كنت خلصت البوتاجاز والازاز والجوانب، كمان الجوانب كانت نظيفة، بس بصراحة يعني خدت غسيل بسيط كده. المهم خلصتها، فصلت بقى الكاميرا وخلصتها وخلصت كل حاجة. وبدأت بقى ألم المية اللي مش نظيفة كده بالشكل ده بقماشة قطن كده أو فوطة قطن اللي عندك أو سفنجة كمان، هتبقى 100 في الموضوع ده. فعملت كده لميت بقى كل المية اللي مش نظيفة كده بالشكل ده، وكلام طبعا
المية النظيفة بقى تيجي واغرق البوتاجاز كله، بجد حرفيا غرقت البوتاجاز عشان يرجع يلمع. يعني ما ينفعش انك تعمليه بالفوطه اللي مش نظيفه دي، تشيلي من عليه الدهون وبعدين تسيبيه، لا ده عايز شويه ميه حلوين كده، وتبداي انك بقى تمسكي على طول تقومي مغرقاه كده بالميه علشان يبقى زي الفل معاكي، علشان تشوفي لمعته كده وتشوفي قد ايه هو نظيف بالشكل ده. شايفين بقى ما شاء الله؟ شايفين يعني الفرق واضح خالص، بجد رجعته لها كأنها لسه جايباه بالكرتونة زي ما هو. جميل جدا جدا بجد، عجباني النتيجة قوي قوي. زي ما انتم شايفين كده، لازم الغسلة الجامدة دي علشان خاطر يبان لمعة الازاز ولمعة البوتاجاز، وتلمي بقى المية. اهم حاجة يا حبايبي، اهم حاجة واهم حاجة انك العيون بتاعتك لما يجي في قلبيها مية من جوه لازم تتنشف كويس جدا جدا جدا. اوعي تحاولي تشغلي البوتاجاز وهو فيه مية من جوه، تمام؟ عشان بس ما حدش يعمل العملة دي وما ينشفش البوتاجاز، فنبص نلاقي ايه بيحصل، حاجات كده لا قدر الله، تمام؟ فاحنا ننشف كويس جدا جدا ونحط الفوطه لجوه كده علشان خاطر تطلع معاكي كل الميه اللي بتبقى راكنه جوه دي، وتنشفيه تنشيفه تمام كده علشان خاطر تستعمليه، تمام؟ وتجربيه بالراحه كده الاول ما تستعمليه. شايفين بقى ما شاء الله؟ يعني استاهل لايك بقى كتير كده وكومنت حلو الفيديو ولا لا؟ حط لي بقى لايك كتير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه ينزل يشترك على زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد كده وتشوفوا، بجد تاخدوا لكم جوله كده في القناه ان شاء الله تعجبكم. ده بقى كانت النتيجه اللي انا وصلت لها كده. جاز بجد عجباني جدا جدا. كان فاضل بس العيون والحوامل، سبتها تنشف وركبتها في الاخر. شايفين ما شاء الله؟ يلا قولوا لي بقى تسلم ايدك يا ام ملك، واستنوني بجد في روتينات جايه كتير. بجد الفيديوهات اللي جايه هتعجبكم جدا 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 جدا. حط لي بقى لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.